السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة تربية الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم. هنوريكم النهاردة أقوى خلطة للبط بإذن الله تعمل معاكم توفير 50% في التكاليف، وانتظروا بقى شوف التركيبة هتبقى عاملة إزاي. طبعا دي إضافات أعلاف احنا حاطينها، وهنقول لكم على الكميات كلها قد إيه في أول تعليق بإذن الله ما تبقى موجود على اليوتيوب، وهنحطها لكم في الوصف. طبعا إضافات الأعلاف اللي أنتم شفتوها دي سر من أسرار الخلطة بتاعتنا، بس احنا برضه هنقول عليها هي عبارة عن كلوريد صوديوم وثنائي فوسفات كالسيوم، بالاضافه كمان لمسحوق توم. والنسب بتاعتها برضو احنا هنبقى كاتبينها لكم في اول تعليق موجود على الفيديو على اليوتيوب، وهنحطهم في الوصف زي ما قلنا لحضراتكم. وطبعا اللي انتم شايفينه قدامكم دلوقتي اللي احنا بنشيل الملاس للغله، وطبعا الغله اللي موجوده ديت غله ممسوسه او غله غير صالحه للاستهلاك الادمي، عشان بس الناس بتزعل لما نقول لهم الغله يعني. تاني حاجه احنا بنشيلها طبعا بنشيل الملاس للغله يا اما للذره. لو انت مش عندك متوفر غله ممكن تشيلها للذره، عشان خاطر احنا عارفين هو عباره عن ملاس يبقى سايل، فلو انت ما قلبتش كويس زي ما هنشوف دلوقتي ممكن تكلكع منك وممكن تبوظ الكلام ده كله، فلازم تقلب كويس بتشيلها الاول. والغله او الذره كده كده اول ما بتحط عليهم الملاس هم بيمتصوه يعني، ومفيش اي مشكله باذن الله. بس اللي عاوز اهم من ده كله احنا عاوزين نقول الخلطه بتاعتنا كويسه ليه، او باذن الله هي هتوفر معاك ليه. هي اولا هتوفر معاك نص التكاليف، لان هي تقريبا هيتراوح الكيلو فيها تقريبا يعني من 12 ل 14 جنيه. العلف ده تقريبا ب 24، فانت برضو هتقدر توفر منها. تاني حاجه انت ممكن ما تحتاجش العلف نهائي يعني بالخلطه دي. الخلطه دي تقريبا 16% بروتين، فانت ممكن ما تحتاجش علف، وكل الحاجه اللي موجوده فيها هي متوفره عندنا، لا تحتاج تجيبها من مصانع ولا حاجه. وكل سنه وانتم طيبين، احنا في موسم الذره دلوقتي، تقدر تجيب ذره لو انت عاوز ذره تركنه عندك. لو انت عاوز تربي يعني، لو انت عاوز تربي تربيه ما تشيلش هم العلف بقى، علف غالي علف رخص موجود او مش موجود الكلام ده كله. انت عندك الذره، عندك الغله بتاعتك، المكونات اللي موجوده فيها، عندك الفول البلدي دي ما هنشوف مع بعض دلوقتي الحاجات اللي احنا حاطينها. اضافات الاعلاف زي ما قلت لك، مسحوق الثوم متوفر تقدر تجيبه. كلوريد الصوديوم موجود اللي هو ملح الطعام يعني. في عندك كمان اللي هو ثنائي الفوسفات متوفر عند اي بيطري، تقدر تجيب الحاجات دي كلها، والنسب زي ما احنا قلنا هنقولها موجوده لحضرتك. فانت مش هتشيل هم العلف خالص كده، انت بقى عندك العلفه بتاعتك اللي بتاكل منها طيور. بالاضافه كمان خلي بالك احنا ممكن نربي منها بط، ولو انت اكلت منها الفراخ البيضاء كويسه جدا، لانك انت عندك ثنائي الفوسفات ادي كالسيوم، ملح الطعام كالسيوم، ومسحوق الثوم طبعا مضاد للسموم ورافع المناعه يعني، او مضاد للسموم، بالاضافه ان هو رافع مناعه اكيد. وعندك هنا هو زي ما انتم شايفين كده في الخلطه ديت احنا دلوقتي بنشيل اللي هو ايه الاضافات على الذره. يعني الاضافات دلوقتي بقلبها على الذره، انا كنت بقلبها في اول فيديو على الرده، دلوقتي بنقلبها لكم على الذره اهيت. واحنا دلوقتي بنجهز الخلطه زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. حطينا الذره دلوقتي، دي الغله اللي بنضاف عليها الاضافات. هنحط دلوقتي الغله اللي احنا مش شايلينها او مش شايلين عليها الملاس زي ما انت هتشوفوا. فهي التركيبه كلها عباره عن ذره، غله، الفول، بالاضافه لاضافات الاعلاف اللي احنا حاطينها. السعر بتاعها كويس جدا، وتقدر كمان تشتغل عليها او تقلل السعر كمان من 13 او 14 او ال 12 اللي احنا قلنا عليهم. لو احنا ابتدينا بقى ندعم مثلا بعيش، لو انت حبيت تشيل عيش وتشيل معاك بروتين هيستحمل، تقدر تشيلها عيش. تقدر كمان تضيف عليها الخلطات اللي كنا قلنا عليها. لو انت تقدر تجيب مثلا بطاطا بدل ما تلفها بميه ولا حاجه، تقدر تلفها بالبطاطا، تقدر تلفها بالبطاطس زي ما قلنا قبل كده. وده كله هيخلي عدد الكيلوهات يبقى ازيد، وهتيجي تقسمهم على السعر هتلاقي السعر هيقل جدا. طبعا الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها البطاطس او البطاطا دي في الموسم بتاعهم فسعرهم رخيص، وبرضه بنشتغل على الحاجات الغير صالحه للاستهلاك الادمي. عندك مخلفات مطاعم تقدر تضيف عليها، يعني الخلطه هتوفر معاك جامد جدا. بالاضافه واهم حاجه، لان الناس كلها تقول لك ايه طب ماشي ما هتوفر، بس هي هتعمل ايه مع البط؟ هتجيب موازين هتشيله لحم؟ لا باذن الله هيشيل لحم وهيجيب موازين، وموازينه هتبقى كويسه جدا كمان، وهتوفر معاك كتير. لكن هي اهم حاجه انا ما بشغلش بالي. انا كل الناس بتبقى مالها دلوقتي يقول لك انا هربي واعمل، طب ما العلف غالي، العلف هيعمل، طب انا مش هعرف اجيبه. لا انا اقدر اجيب الذره بتاعي زي ما قلت لك، الفول، الغله لو متوفره، اللي هي اللي قلنا عليها الغله الممسوسه او الغير صالحه للاستهلاك الادمي. ما كانش عندنا اضافات الاعلاف زي ما قلنا قبل كده في مخلفات المطاعم، مكرونه والفول والعدس والحاجات دي كلها. تقدر تضيف الحاجات دي كلها هتساعدك انك تعمل خلطه كويسه جدا، وبالتالي انت هتستغنى استغناء تام عن العلف، فهتقدر تربي التربيات اللي انت عاوزها. فما تشغلش بالك بقى بالعلف غالي العلف رخيص اي حاجه. وكنا لسه بنقول لكم دلوقتي كمان انت ممكن لو انت عاوز تاكلها كمان للفراخ البياض هتعمل معاك نتائج كويسه جدا باذن الله، لان احنا مجربينها. ونقدر نضيف عليها كمان اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه، تقدر تلفها بدل ما تلفها هي كده جاهزه اهيت. انا قدرت تجيب عيش، ممكن تبل العيش وتقوم جاي لافف بيه الخلطه تنشفها بيها العيش، او تضيف العيش عليها، لان زي ما قلنا قبل كده ان العيش ما ينفعش ان احنا نبله او نحطه فتره كده عشان ما يبص. فانت بايه بتقلبها ناشفه زي ما هي وتعود الطول على عودتها ناشف مفيش مشكله ما كانش،
وممكن كمان نعمل زي ما قلنا ايه عصير الطماطم. انت بتجيب الطماطم الغير صالحه للاستهلاك الادمي، انت نزلت السوق مثلا جبت شويه طماطم مستويين وكلام من ده كله، تضربهم في الخلاط وتقوم جايبه الخلطه بتاعتك وضربها عليها. الطماطم بتخلي الطيور تاكل وتقبل على الاكل جامد جدا. وفي حاجه كمان عاوزين نقولها، خلي بالكم اللي انت ممكن تجيب كمان اللي هو عند ايه، اللي هو شرش الجبنه. لو انت قدرت تجيب شرش الجبنه من عند البقال، كده كده البقالين بيبقى عندهم الجبنه، ساعات بيقول لك احنا بنرميه، تجيبه وتقدر برضه تخفه بشويه ميه وتقوم جاي ضايفه على الحاجات ديت. بس ايه، استهلاك يومي. هنضيف الحاجات دي كلها استهلاك يومي، هتعمل معاك نتائج كويسه جدا بالنسبه للبط. يبقى الخلطه معانا تاني زي ما قلنا عشان الناس تبقى عارفه، الخلطه اللي معانا احنا ما بنحتاجش نشتري حاجات من بره، تقدر توفر الحاجات ديت اللي هي زي ما بيقولوا حاجات كلها محليه. يعني علف موجود مش موجود، لا عاوز تربي وانت قلبك جامد ما يهمكش باذن الله يعني، ولا تشغل بالك علف طلع ولا حاجه، سعره قليل، هتوفر في السعر، بالاضافه كمان ان هي هتجيب معاك موازين كويسه. ده حاجه هتعمل وهتشجعك على التربيه باذن الله، وباذن الله تبقى الدنيا كلها تمام. زي ما قلنا بالنسبه للشرشه بقول لك عليه اللي هو شرش الجبنه، هقدر اجيبه واقوم جاي حله بميه لانه بيبقى حادق شويه يعني. وده زي كانك بتحط ايه، عارف انت احنا مش بنضيف كلوريد صوديوم اللي هو الملح، ملح الطعام، فده بيخلي الطيور تقبل على الاكل وتاكل. انا بجيبه واحله بشويه ميه واقوم جاي لافف الخلطه دي كلها بيه واي خلطه زي ما احنا قلنا، في خلطات كتير احنا كنا ذاكرينها على القناه، والخلطات دي كلها تقدر ترجع لها لو انت عاوز ترجع لها. تقدر الخلطه دي تعمل فيها كل اللي فات. احنا كنا بنقول احنا كنا بنجيب احنا الذره مع الفول، وكنا قلنا النسب اللي احنا بنحط مثلا تلتين وتلت، يعني مثلا كيلو فول عليه 3 كيلو دش، ونقدر نشيل مع رده. هي دي تشيل كل حاجه. الخلطه دي كويسه جدا وبتعمل نتائج كويسه باذن الله وهتعجبكم، وباذن الله يعني ايه اللي عاوز يربي يتوكل على الله ويشتغل مفيش فيه اي مشكله خالص. البروتين بتاعها 16% زي ما قلنا واحنا حاسبينها. والخلطه ذات نفسها عشان نبقى عارفين، انا هكتب لكم النسب بتاعتها في اول تعليق او في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين اهو دلوقتي، هي دي الخلطه بتاعت الطماطم اللي كنا عاملينها. انا اقدر اخد الخلطه زي ما انتم شايفينها كده واقلب عليها مسحوق طماطم وتبقى زي ما انتم شايفين كده، وانتوا هتبصوا دلوقتي تلاقوا الطيور بتجري وتاكلها ومبسوطه منها جدا. وفعلا يعني في اقبال جامد عليها. شكلها اولا بيبقى شكلها مغري جدا، الطماطم حمراء طبعا بتخلي بتاع الخلطه شكلها كويس، فتلاقي الطيور بتاكل فيها وبتعمل معاك نتائج كويسه جدا. يبقى قلنا الخلطه اللي معانا ديت باذن الله هتوفر معاك تقريبا نص التكاليف. يعني العلف ب 24 دلوقتي، هي ممكن تعمل معاك 12 جنيه. ولو احنا ضفنا عليها زي ما قلنا البطاطا او البطاطس قلبناهم بيهم، يعني باذن الله ممكن الكيلو كمان يوصل ل 8 جنيه واقل من كده، لان الحاجات دي زي ما قلنا في الموسم بتاعها بتبقى سعرها رخيص، وانت بتجيب الحاجه الغير صالحه للاستهلاك الادمي، وباذن الله تعمل معاكم نتائج كويسه. وبالخلطه دي كده يبقى احنا كده ذكرنا عندنا ان احنا لو احنا عاوزين نربي، عاوزين تربيه، احنا عندنا انواع من الطيور بتتربى من غير ما تحتاج لعلف، وكنا ذكرناها في فيديو سابق وهنحط لكم الفيديو ده في علامه الاي. ودلوقتي عندنا يبقى عندنا انواع بتتربى من غير علف، ودلوقتي عندنا خلطات نقدر نربي عليها الطيور اللي احنا عايزينها. فاللي عاوز يربي باذن الله سواء كان مشروع او تربيه في البيت يربي وقلبه جامد، ولا يفرق معاه بقى اسعار بتطلع ولا اسعار بتنزل. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.